السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما وعدناكم بالفيديو اللي هنعرف فيه ايه التجربة بتاعتنا الجميلة وصلت لإيه. مبدئيا احنا دلوقتي عندنا 3 شرانق. معظم الشرانق بتاعتنا اتحولت لخنافس، ولكن انا ما كنتش بعد العدد، بس هنعدها دلوقتي مع بعض. والدود بتاعنا معظمه طلع على الوش. وحاجة انا لاحظتها، وهو ان الدود لما بيطلع على الوش هو بيطلع كده عشان هيعمل شرانق. فكده احنا عندنا ما شاء الله دود كتير اهو. هيعمل الشرانق ان شاء الله. وعندنا هنا 3 شرانق. وعندنا ده البوكس بتاع الخنافس، والخنافس بقالهم في البوكس ده 3 اسابيع. فالمفروض ان هما كده باضوا فيه. فانا هطلع الخنافس بقى من البوكس ده، عشان البوكس ده كده هيبقى فيه البيض اللي ان شاء الله هيفقس. وممكن اصلا يكون فيه بعض منه فقس دلوقتي، بس احنا مش هنشوفه إلا بعد أسبوع كمان، بحيث إن هو يكون الدود كبر ونقدر إن إحنا نشوفه. ولكن بقى عشان الدود يكبر على راحته فإحنا لازم نشيل الخنافس من هنا. فأنا جهزت لهم مكان جديد إن شاء الله عشان ننقلهم فيه. تجهيز المكان بسيط جدا. إحنا هناخد شوية ردة، بس كده إحنا جهزنا مكان إيه الخنافس الجديد. فاضل لنا بقى إن إحنا إن شاء الله ننقل الخنافس دي. 1 2 يبقى كده احنا عندنا 25 خنفسة. ما شاء الله. يا ترى بقى ال25 خنفسة دولت باضوا كام بيضة في المكان التاني اللي كان ليهم، ويا ترى هيطلع كام دودة. وهنا عايز اقول لكم ان هتبدأ دراسة الجدوى تظهر وتبان معانا لما نعرف ان شاء الله كام دودة هتطلع منهم. ربنا يسهل كده ان شاء الله وتكون تجربة ناجحة. هما طبعا متضايقين قاعدين بيجروا في كل حتة، متضايقين. بصوا يحاول كله عايز يدفن نفسه، كله عاوز يهرب من النور، لأن الخنافس هنا بتحب الضلمة. وكمان بقى أنا لسه شايلهم وكده فهم متضايقين. صندوق البيض. الصندوق ده هو اللي احنا هنتابعوه ان شاء الله الحلقة الجاية، ونشوف نسبة الفأس فيه كام، واصلا هيفقس ولا لأ، وهنعرف راسنا من رجلينا في التجربة دي. كمان في حاجة انا كنت عايز اكلمكم فيها. الغرض من القناة هنا هو ان احنا بنحاول نلاقي بديل للأعلاف وبديل للبروتين، بسبب الازدياد العالي في الأسعار عامة، وبالذات في أسعار اللحوم والدواجن والبيض. ده كله بسبب إن الأعلاف غليت. فإحنا بندور على حلول للموضوع ده. فياريت اللي عنده حلول تانية يكتبها في الكومنتات تحت، بحيث إن إحنا كلنا نساعد بعض. وأنا أعرف بدايل للبروتين تانية غير دوت القبابي.
وهو يرقة ذبابة الجندي الأسود، ويرقة الدود الأبيض، ودود الأرض، والريد ويجلر والتايجر وورم والأزولا، وحاجات تانية كتير جدا ممكن إن هي تبقى بدايل للأعلاف. ولكن اللي خلاني أبدأ في دود القبابي هو سرعة التكاثر بتاعه. دود القبابي سرعة التكاثر بتاعه عالية، وفي نفس الوقت مفهوش مشاكل كتير. لأن لما أنا جيت أبحث عن الدود الأبيض، لقيت إن الدود الأبيض بيبقى فيه نوع من البكتيريا الضارة اللي هي ممكن تنتقل للإنسان بطريقة غير مباشرة لما الطيور أو الحيوانات تتغذى عليه، وده بيسبب مشاكل للإنسان. فاللي خلاني أبدأ بدود القبابي هو إن هو التكاثر بتاعه سريع، وإن هو آمن، وبالعكس مفيد جدا حتى مش للطائر لما ياكله أو للحيوان، لا ده كمان ممكن إن البني آدم ياكله. وبكده فيديو النهاردة خلص. ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.